يا هلا والله، وصفتنا لليوم هي أنجح طريقة لعمل القطايف. في البداية رح أحتاج 3 أكواب من المي بحرارة الغرفة. رح ضيف كوب ونص من الطحين، رح ضيف كوب سميد فرخة، وملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، و5 ملاعق كبار من السكر. نكهة رح ضيف ماء زهر وربع ملعقة صغيرة من المحلب. مثل ما شايفين رح نخلط المكونات بالخلاط كتير منيح، وكمان صفيت الخليط حتى أتأكد إنه ما فيه كتل. بمقلاية ما بتلزق رح نحميها على النار على نار وسط، ونبلش بتشكيل القطايف حتى تنشف تماما. بعدين نرفعها عن النار. مثل ما شايفين ما شاء الله العجينة ولا أروع من هيك، ودليل نجاحها طراوتها أكيد. رح نحطها على، بس نشيلها من النار رح نحطها على قماشة، بعدين رح نغطيها. مثل ما شايفين ما شاء الله العجينة ولا أروع من هيك، والوصفة ولا أحلى من هيك. إذا حابين تعملوها قطايف مقلية كمان ممكن تضيفوا لها ملعقتين نشا أو ملعقة كبيرة من النشا حتى تعطي قرشة. وعلى قلبنا وقلبكم صحة وعافية بانتظار تجاربكم.